بحط وحدة هيك ووحدة بهالشكل هذا ووحدة بهالشكل هذا. شايفين كيف جمدت تاني يوم؟ امبارح كانت رخوة، مشان ما حدا يعلق لي يقول لي رخوة هي ما بتشد، هي تاني يوم. شايفين يا غوالي؟ هي صحن المسبحة، فين قوامه؟ هي قلبناه قدامكم مشان ما تقولوا لي رخوة. كيفكن يا غوالي؟ اليوم فيديو كتير مهم، أي حدا لأصحاب المطاعم، في معلومات كتير مفيدة إلكم، تمام يا غوالي؟ حبيتوا تحضروا الفيديو للأخير حتستفادوا، ما حبيتوا تحضروا براحتكم، بس أنا عم بعطيكم شغلات كتير مفيدة بهذا الفيديو ومهمة كتير، تمام؟ بالنسبة للحمص أو المسبحة، نحن بنقول عنها بالشام مسبحة، في عالم بيقولوا عنه حمص اللي هو الحمص الناعم، تمام يا غوالي؟ حمص بطحينة. أنا حطيت حمص اللي هو بينباع جاهز، مسلوق جاهز، تمام يا غوالي؟ حطيت اطرميزين. انا ما بيهمني قد ايه حطيت، انا بيهمني عم فرجيكم الطريقه الصح. حطيتهم هون بالطنجره، تمام؟ طبعا كثير بيقولوا لكم انه الثلج هو اللي بيخلي الحمص او المسبحه تصير بيضة، هذا الشيء غلط، هذا الشيء لا تتبعوه، عم يعطوكم طريقه غلط، لانه نحن لما نحط ثلج بقلب الماكينه ونحن عم نفرم المسبحه عم نبردها للمسبحه، فما حناخذ النتيجه، ولما تبرد الماكينه تبرد المسبحه عنا ونحن عم نخلطها ما حناخذ النتيجه، لانه نحن بهمنا بعد ما نفضيها تكون هي فاتره شوي، تمام؟ ناخذ القوام اللي بدنا اياه. القوام النهائي بيطلع لما نحن نسكبهم بالجاط وبنتركهم يريحوا شغله نص ساعه ساعه ونحطهم بالبراد، حيجمد وناخذ النتيجه اللي بدنا اياها. هلا حفرجيكم كيف بالتفاصيل، تمام يا غوالي؟ عندي هدول حطيت عليهم، هدول مو جاهزين للمسبحه، الحبه لسه قاسيه شوي، حط عليهم شويه كربونات الصوديوم، تمام يا غوالي؟ وحط عليهم مي، وهلا انا هيك حطيت عليهم مي يا غوالي وحطهم على الغاز. وهلا يا غوالي هيك صاروا عنا على الغاز لبين ما غلوا، غلوتين ثلاثه، ما خليتهم كثير، طلعوا وش مثل ما انكم شايفينه هذا الابيض. انا شلت الوش هذا، تمام؟ وهلا طفيت تحتهم مشان بردهم بسرعه، حاكسرهم بمي بارده. شايفين حبه الحمص يا غوالي؟ شايفين دابت، شايفين بهالشكل هذا، هيك صارت جاهزه لانه تصير معنا مسبحه ناعمه وما تبرغل معنا وتطلع بالشكل المطلوب. وهيك يا غوالي بعد ما صفيناهم غسلناهم بمي بارده، تمام؟ حاجي فضيهم عندي بمحضره الطعام، صغيره او كبيره حسب المحضره يلي عندكم، اعملوا الكميه، فيكم تعملوا قطرميز واحد بس، تمام؟ والمسبحه يلي انا بعملها، انا هلا حتشوفوا انا على طول يعني بعمل، بخليها بالبراد، بحطهم بايركس او بجاط، بغطيه مزبوط بزبديه، بحطه بالبراد، بنضلنا ناكل منه اسبوع كامل، ما بتضرب ولا بتحمض ولا بيصير لها اي شيء، وعلى مسؤوليتي، تمام؟ اتبعوا هاي الطريقه وشوفوا كيف حاعملها. هون هلا اول شيء حضيف ملح على حسب الكميه يلي عندي، تمام يا غوالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت معلقه اكل ونص، تمام؟ وحط عليهم شويه مي، وهلا حشغل بهالشكل هذا. شايفين يا غوالي اخذوا عنا هالقوام هذا يلي شايفينه، شايفين؟ صار عنا قوام كريمي بهالشكل هذا مثل ما انكم شايفين. هلا حشغل ونزل الطحينه شوي شوي، بعد ما حطينا الطحينه شدوا عنا وصاروا بهالقوام هذا. هلا بحط ملح الليمون، هو هون السر يلي بخليه يصير ابيض، اخر شيء بنحط ملح الليمون. هلا حتشوفوا الفرق. هدول تقريبا اكلوا يا غوالي 400 جرام من الطحينه، تمام؟ هلا حط معلقه ملح الليمون بهالشكل هذا، بخليه يشد اكثر. هلا بنصير نحن نضيف المي يلي بدنا نحطها فوق المسبحه، تمام؟ بنشغل. هلا بعد ما حطيت ملح الليمون وضربته، شايفين كيف شد؟ صار عندنا كثير جامد، وشايفين لونه لساته ما تغير اللون. هلا ححط المي مشان ملح الليمون يذوب وناخذ اللون الابيض اللي بدنا اياه، تمام يا غوالي؟ انتبهوا لي كيف اللون عم يقلب من اصفر، من اللون هذا عم يصير ابيض. شايفين يا غوالي بعد ما حطينا المي؟ شايفين كيف كان اللون وكيف صار؟ شايفين يا غوالي؟ ما بدنا لا ثلج ولا بدنا اي شيء ابدا ابدا ابدا. هلا حنضلنا نخلط فيهم لناخذ القوام المطلوب. والشيء الثاني المهم يا غوالي اللي هو زيت ابيض او زيت زيتون، مشان نحن لما نفرد صحن الحمص ونتركه مثلا زاد فيه شوي او ضلوا على الطاوله شوي ما ينشف وشه، هو هذا السر اللي انه ما بيخلي الحمص صحن المسبحه ينشف ويصير طبقه صفراء مثل ما بنشوفه ببعض المطاعم، اللي هو الزيت، زيت ابيض او زيت زيتون شوي صغيره بهالشكل هذا، ونحن عم نخلط.
ونكون نحن خلصنا. كيف نحن بدنا نعرف النتيجة تبعيتنا ظابطة ولا مو ظابطة؟ بناخذ شوي، هو هلا امريق هيك تمام، شايفين بينزل لانه هن دافين عنا لساتهم. هلا شايفين هيك عم ينزلوا. بنعبي معلقه، بناخذها لفوق شوي، بنستنى عليها شوي تمام، كانه نحن عم نبرد هلا الحمص، عم نبرد المسبح تمام يا غوالي. استنينا عليها شوي، ميلناها، شايفين صار جامد. كل ما بتطولوا شوي عليها كل ما بصير اجمد. نحن قلنا لكم حنحطهم بالبراد تمام، ما حنستخدمهم دغري. شايفين بهالشكل هذا. اما شايف يعني انا بس عم اوصلكم هي المعلومات تمام يا غوالي. هلا بنفضيهم عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف حتى ما عذبونا ونحن عم نفضيهم. هلا حفرجيكم لما يجمدوا كيف حيصيروا. وهلا يا غوالي بعد ما سكبناهم عنا بهذا الجاط 5 دقائق صار لهم، يعني والله العظيم 5 دقائق تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ ونحط بالصحن. شايفين كيف قوامهم شد، فما بالكم اذا ضلوا بالبراد وبعدين اكلناهم. وهي الصحن المسبحه صار عندنا بهالشكل هذا تمام. عندي هون شويه سماق، وحده هيك ووحده بهالشكل هذا، ووحده بهالشكل هذا، ووحده بهالشكل هذا تمام يا غوالي. وعندي كمون، وعندي زيت الزيتون. وهيك صار عنا اطيب صحن مسبحه. شايفين يا غوالي بسم الله ما شاء الله. شايفين كيف المسبحه عنا طالعه بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب مع المسبحه بصل تمام يا غوالي. شايفين قوام المسبحه كيف طالع. بسم الله. وشو هالمسبحات هدول، ولساتهم على فكره لساتهم دافينها، ما بردوا مزبوط ليك، ولسه كل ماله قوام عم يشد. شايفين هاي المسبحه، مشان ما تقولوا لي رخوه وطراطور. شايفين يا غوالي لسه هلا حنحطها بالبراد وحتاخذ القوام تبعها الصح بس تبرد. هاي برمضان يعني بتعملوه هيك جاط مسبحه، بتحطوه بالبراد كل يوم على السحور او على الفطور. طيب على الفطور مسبحه يا غوالي، صحن فول، صحن فته. وهي بصل. من كثر البصل اليوم حنام برا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات يا غوالي اعطيتكم اياها. كان معكم شيف عماد. سلام.